السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده النهاردة. الفيديو النهاردة هيكون تقريبا ل20 شكل من اشكال البرايات او 20 نوع نقدر نقول لانواع البرايات. البرايات من الحاجات الحلوة جدا اللي انا بحبها وكتير جدا كنت بتكلم عليها وبقالي فترة كبيرة ما اتكلمتش عنها، فقلت ان انا اعمل النهاردة فيديو تجميعي ل20 شكل نتكلم عنهم النهاردة في الفيديو. قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسونيش لايك شير كومنت سبسكرايب يوتيوب شانل ودوسوا على جرس الاشعارات، وكمان حابه افكركم ما تنسوش تتابعوني على ستادي وذ لبنى احمد حبيبي. قبل ما ابدا ما تنسوش تتابعوني على ستادي وذ لبنى عشان لو حابين تنجزوا اي حاجه وراكم وتركزوا في حاجه واحده زي ما انا بعمل. وبصراحه الموضوع فادني جدا وبيخليني انجز شغل كتير جدا 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 فوق ما تتخيلوا. سايبه لكم اللينك طبعا في الديسكربشن بوكس عشان تتابعوني وتتابعوا الشانل عشان اكيد هتستفيدوا. يلا بينا نبدا على طول ونشوف الانواع اللي هنتكلم عليها النهارده. طبعا عشان نجرب البرايات اللي معايا كان لازم ان انا اجمع كل الاقلام اللي عندي المتقصفه المتكسره، وبصراحه ما كانش عندي حاجه متكسره اكتر من الالوان الخشب، فقلت يلا هجمع اكبر قدر ممكن من الاقلام الخشب الالوان عشان نبريها. هي زيها زي الاقلام الرصاص بالظبط، مش بتفرق عنها في حاجه، بل بالعكس انا بحس ان التجربه على الالوان الخشب هتبين لنا حاجات كتير ونشوف اذا كان خامه البرايه نفسها حلوه ولا وحشه. فيلا بينا نبدا. واول نوع معايا هبدا بيه هو نوع صغير خالص زي ما انتم شايفين كده. هحاول اوريكم على الكاميرا. هي بتبقى صغيره خالص بالمنظر دوت. هي معدن على فكره، هي شويه خفيفه يعني مش تقيله الوزن بتاعها، بس هي اصلا معدن. على طول هجرب ابري بيها القلم وبريت، وبصراحه كانت مطلعه القلم كويس جدا. السن بتاعه ممتاز يعتبر رفيع، وعلى طول بشد انا السن في كل الانواع. هتلاقوني بمسك القلم كده هو واقعد اشد عشان اشوف اذا كان السن هيطلع معايا ولا لا، وده بيكون حاجه من الحاجات المهمه اللي بنختبر بيها كفاءة البراية نفسها. عشان في ناس كتير بتشتكي بتقول يا جماعة انا البراية بتاعتي بتقصف الاقلام، او هي الاقلام هي اللي وحشة ولا ايه الموضوع. فانا بحب ان انا دايما اجيب براية تكون كويسة عشان اتجنب خالص النقطة دي. ده كده كان بالنسبة لاول نوع. تاني نوع معايا من ماركة اسمها 3A، واظن الماركة دي مصري بس بتصنع الحاجة بتاعتها في الصين. البراند مكتوب عليها هيونداي. و 3A هي عبارة عن زي برميل كده، بتكون علبة وبنقدر نفتحها، وكمان في غطا لما نفتحه هنلاقي الفتحتين بتوع البراية. من اول هنا هنتكلم على البرايات اللي بتكون من فتحتين واكتر، لان انا الصراحة اتصدمت، انا ما كنتش اعرف ان في اكتر من فتحتين، بس لما نكمل الفيديو هتعرفوا معايا ان في فعلا الموضوع ده. البراية دي جاي منها 3 الوان مختلفة، ولما نفتحها هنلاقي فتحتين. هستخدم الاقلام برضو وهبدأ اجرب ابريها. على طول جبت الاقلام وجربتها وجربت الناحيتين بتوع البري. بعد لما جربت الاقلام وبريتها في البرايه دي هتلاقوا في اختلاف في الشكل ما بين القلمين اللي اتبروا. هتلاقوا واحد كبير وواحد بيكون صغير، اللي هو الشكل المعتاد تقريبا اللي احنا بنشوفه. بصراحه هي كويسه جدا، ولما جيت برضو اشد السن من القلم لقيت ان هو حلو طبعا وما اتكسرش. بس بصراحه موضوع تنظيف البرايه ده بيبقى مجهد شويه ومرهق شويه، مش هنلاقي برايه لما ننضفها نلاقيها بسهوله بتتنضف. فالموضوع ده بصراحه هيواجهنا في كل البرايات اللي هنقابلها برضو، بس انا حبيت ان انا اقوله في الاول. لما هنيجي ننضف البرايه هنلاقي صعوبه شويه، بس طبعا بتتنضف عادي مفيش اي مشكله. ثالث نوع وهو نفس البراند اللي هي مكتوب عليها 3A هيونداي ديت، وجاي منها 4 الوان، والشكل بتاعها شكل مثلث، يعني الشيب بتاع العلبه نفسها هو اللي مختلف على شكل مثلث، وبرده ليها فتحتين وليها غطا. نفتح الغطا نلاقي المكان بتاع البرايه. وعلى طول برده هجيب الاقلام اللي بتكون متكسره عشان ابدا ابريها واجربها. وانا بجربها وحاطه القلم جواها وببري لقيت ان هي طلعت معايا من مكانها، وبصراحه ما كنتش عارفه اذا كان ده يعني اوبشن في البرايه ولا ايه، بس طلع واتضح ان احنا ينفع نفصل البرايه عن العلبه عن الجسم كله ونقدر نرجعها تاني. فكملت عادي خالص وبدات ابريها ومفيش اي مشكله. ولقيت بعد ما طلعت الاقلام الشكلين برضو شويه مختلفين، لان طبعا في درجتين من الفتحات. ولمعلومات
قدامكم الفتحتين دول هتلاقوا واحده كبيره وواحده صغيره. طب سؤال هنا يا لبنى في النص، ليه هما فتحتين؟ ليه في فتحتين واحده صغيره واحده كبيره؟ عشان بيكون في اقلام الوان او اقلام رصاص بتكون تخينه، السن مش السن الهيكل نفسه بتاع القلم بيكون تخين. يعني الاقلام دي رفيعه، انا بصراحه معيش دلوقتي اقلام تخينه عشان اقارن، بس ده القلم الرفيع العادي، في اتخن من كده. فالبرايه دي مخصوصه للموضوع ده. وملحوظه للبنوتات اللي بيتابعوني، البرايه ديت مش مخصوصه للميك اب، البرايه ديت مخصوصه للاقلام بس. برايات الميك اب بتكون مختلفه وحاجات تانية متخصصه نقدر نجيبها من المحلات بتاعه الميك اب، انما البرايات دي يا جماعه ما انصحكوش ان انتوا تستخدموها للميك اب الا اذا كان القلم في نفس السن دوت والمستوى ده والحجم ده، فاوكي ماشي ممكن تستخدميها. بس برضو انا بصراحه بحب اخلي الحاجات الاستيشنري او الادوات المكتبيه ليها حاجتها والحاجه بتاعه الميك اب ليها حاجتها، يعني دي حاجه ودي حاجه تانية. انا مش عارفه الصراحه اذا كنتوا هتوافقوني على الراي ده ولا لا، بس انا بصراحه بحب كده، احب ان انا كل حاجه تكون بتاعه حاجتها، دي بتاعه الاقلام دي بتاعه الميك اب. ما بحبش ان انا احس ان الموضوع لخبطه او ان انا اجيب من المكتبه اي برايه رخيصه وخلاص عشان مش عايزه اجيب الغاليه بتاعه الميك اب. لا، ما هم اكيد عاملينها مخصوص عشان حاجه زي كده. انا اكتشفت من خلال الفتره اللي انا بشتغل فيها ان الحاجه بتاعه الاستيشنري مختلفه تماما عن اي حاجه تانية. ما ينفعش ان انت تجيب دي تحطها في دي، ما عدا حاجات معينه ممكن ان احنا نستخدمها في اي حاجه في حياتنا اليوميه. ده بس كان مجرد راي. يلا نكمل. النوع اللي بعده نفس الفكره، نفس 3A، بس بقى بصوا الاشكال القمر، بصوا عامله ازاي، شبه الليجو بالظبط البرايه، وليها برضو فتحتين وفتحه صغيره وفتحه كبيره، جاي منها 4 الوان ب4 اشكال مختلفه. ودي ما فيهاش فكره بصراحه، يعني هي العلبه تفتح العلبه تلاقي البرايه موجوده في الغطا، ملزوقه في الغطا، والمكان اللي هو اللي هيتجمع فيه البري بتاع القلم. على طول هفتحها واجربها، وهستخدم برضو قلمين مختلفين عشان اشوف الشكل النهائي هيطلع عامل ازاي. وانا بستخدمها بصراحه لقيت حاجه حصلت غريبه، ان السن بتاع القلم اتحشر جوه البرايه. انا بصراحه مش عارفه المشكله دي في القلم نفسه ولا في البرايه ولا المشكله من مين بالظبط. انا بصراحه حبيت ان انا اديها فرصه، وحسيت ان المشكله ممكن في القلم نفسه، قلم الالوان نفسه. انا اساسا الاقلام اللي انا ببريها دلوقتي دي انا اساسا مش بحبها، وكنت عملت عنها ريفيو من زمان قوي. هي الماركه M&G بس انا ما حبيتهاش، يعني هي مش، هي الوان خشب بس معموله من الياف مش من خشب خالص، ومش عارفه انا ما حبيتهاش، بس هي اللي كانت قدامي متكسره وقلت اجربها. فانا حسيت ان المشكله هتكون في القلم نفسه مش من البرايه. شلت السن ونضفت البرايه كويس جدا ورجعت بريت بيها، لقيتها اشتغلت كويس جدا. وده كان المنظر وكان الشكل، الفرق ما بين الدرجتين وفرق ما بين الفتحه الصغيره والفتحه الكبيره في البرايه. بس بصراحه للامانه هتحسوا ان الفرق في القلمين دول مش كبير قوي زي باقي البرايات اللي فاتت اللي جربناها، يعني هتحسوا ان الفرق بسيط قوي، مش مستاهل ان هي تكون فتحتين. انا بصراحه شايفه ان البرايه دي شكل اكتر من مضمون، الفتحتين بيعملوا نفس الفكره بالظبط، مش محتاجه ان انا اجيب حاجه يكون شكله بس. لو انتم متابعيني من زمان هتعرفوا ان انا ما بفضلش الحاجه اللي تكون شكل بس وما تكونش مضمون. يعني عادي هي مش وحشه بس مش للدرجه اللي تخليني اشتريها عشان هي فيها فتحتين فلاقي في فرق ما بين الدرجتين بتوع الاقلام ساعه لما ابري بالفتحه الرفيعه والفتحه التخينه. لا، هي عاديه خالص، ما فيش فرق ما بين الفتحتين، بس هي كشكل جميله، قمر جدا، شيك خالص. وانا لما جيت اقفلها باين ضيعت الشكل بتاع الازرق هنا، عايزه افتحها واوريها لكم اهي. ده الشكل بتاعها عشان انا كنت قفلتها على الشكل ده. منظرها هما حلوين، اشكال كيوت ظريفه شبه الليجو، وانا ما عنديش مشكله فيها خالص، بس مش حاساها عمليه. النوع اللي بعده ضخم قوي بصراحه، اول مره اشوف برايه تكون كبيره جدا بالشكل ده. وهي مش كبيره بس، ده هي كبيره ومختلفه. اولا لما تيجوا تبصوا على شكل البرايه ده الشكل بتاعها، وهتلاقوا ان ليها 3 فتحات. انا اول مره اشوف برايه ليها 3 فتحات. انا بصراحه مش متعوده ان انا الاقي 3 فتحات، متعوده على الفتحتين ده اقصى حاجه. بس كمان التريك مش كده، التريك ان انتوا لما هتلفوا الغطا ده بالمنظر ده كده هتلاقوها بتقفل معاكم وتفتح. بصوا كده انتوا قفلتوا البرايه وحافظتوا عليها وحافظتوا على الفتحات، عشان طبعا اكيد نحافظ عليها اطول فتره ممكنه. انا بحب بقى الحاجات دي، حاجه تكون عمليه. نيجي نفتحها بقى وهنجربها. ببص هنا ساعه لما جيت افتح العلبه نفسها من جوه، هتلاقوا ده المنظر من جوه، هتلاقوا سنين الموس اللي
بيبري القلم نفسه في 2 قصيرين وواحد طويل. الواحد الطويل ده انا قلت اكيد هيطلع بقى القلم كبير جدا، فقلت ما استبقش الاحداث ويلا على طول اجرب الاقلام. جبت ال3 اقلام عشان اشوف ال3 اقلام هيكونوا شكلهم عامل ازاي ساعه لما اجي ابري بالبرايه دي. جماعه شكل الاقلام طلع تحفه جدا جدا جدا. اول شكل زي ما تخيلته اللي هو السن الرفيع الطويل، وانا بصراحه بحب الشكل ده جدا 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 في الاقلام الرصاص وفي الالوان الخشب. معرفش الشكل ده بيحمسني ان انا امسك القلم اصلا او الون حاجه او ارسم حاجه، مع ان انا مش رسامه ولا بحب الرسم اصلا، بس المنظر ده بيخليني بجد مبسوطه جدا وشكل القلم بيكون شيك قوي. تاني شكل نعتبر بالنسبه بقى لدول هيكون المتوسط الرفيع اللي بيخلي السن الرفيع، وتالت شكل اللي هو تحسوه المبطط دوت الصغير القصير اللي انا بحس ان هو بينفع اكتر مع الاطفال، عشان احنا بنكون محتاجين مع الاطفال السن يكون تخين ومبطط عشان السن نفسه يكون تقيل والحاجه نفسها اللون نفسه يكون تقيل، فتعرفوا تشوفوا والاطفال كمان يعرفوا يشوفوا التلوين اللي بيلونوه. انا بصراحه بكلمكم من خبرتي، لان انا لما بستخدم اقلام رفيعه سنها رفيع مبريه كويس مع احمد ابني ما بيطلعش اي حاجه، خصوصا لو الالوان البيجمنت بتاعها خفيف. انسوا مش هتشوفوا اي حاجه الاطفال بتلونها. بصراحه اكتر برايه عجبتني لحد دلوقتي وانا بجرب، وما كنتش اعرف بقى ان انا لما هخلي اخر حاجه هتطلع حلوه. انا بصراحه خليتها اخر حاجه عشان شكلها ضخم وكبيره وهتاخد مني وقت و3 فتحات، بس ما كنتش عارفه ان هي هتطلع بيرفكت كده. النوع الاخير شبهها بالظبط وتقريبا نفس البراند، انا مش عارفه البراند دوت ايه، هي مكتوب عليها داي مارس، مش عارفه داي مارس ده ايه. حتى لما جيت اقرا لقيت ان هو مصنع في الصين بيعمل ادوات مكتبيه ستيشنري فاكتوري، ومش عارفه البراند ده بصراحه اذا كان معروف ولا لا، انا اول مره اسمع عنه. نفس الفكره بالظبط 3 فتحات زي ما انتم شايفين، والعلبه لما نيجي نفتحها كده عشان نفضي البري. بس طبعا الكفر نفسه مش شفاف خالص، مش كلير، هو فيه لون بس غامق، غير ديت شفافه خالص. برضو البرايه دي جاي منها 4 درجات للالوان. هفتحها واجيب 3 الوان مختلفه متكسرين ونبدا نبريهم ونجرب البرايه دي. نفس الفكره بالظبط، هتلاقوا بنفس الطريقه بنفس الاشكال اللي فاتت، السن الطويل الرفيع خالص والسن المتوسط والسن المبطط الصغير. بصراحه يعني احلى نوعين في الفيديو النهارده هما النوعين دول، النوع دوت والنوع ده اللي هما ليهم 3 فتحات. بصراحه حلوين جدا، وانا بصراحه حبيت دي اكتر، فيها حركه فيها سنس مترقعه اكتر، ان انا الف كده عشان افتح البرايه اهي، الف كده عشان افتح البرايه او الف عشان اقفلها. بصراحه حبيتها جدا، من اكتر البرايات اللي انا جربتها وعجبتني السنه دي نقدر نقول في تجربه البرايات او ريفيوهات البرايات. اتمنى اكون فدتكم في الفيديو النهارده. انا يعتبر كده خلصت وقلت لكم رايي في احلى واحده فيهم في اخر الفيديو. ما تنسونيش بلايك شير كومنت سبسكرايب لليوتيوب شانل، ودوسوا على جرس الاشعارات، وكمان قولوا لي لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ان انتوا ابطال وانهي نوع من البرايات دي عجبتكم. يعني قولي انا بطل والبرايه دي هي كانت اكتر واحده عجبتني، عشان انا مستنيه كومنتاتكم وهاخدها طبعا نعرضها هنا اهو معانا في الفيديو بتاع النهارده. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوز كتير، ريفيوز كتير، فلوجز كتير، وكمان ما تنسوش تتابعوني على ستادي وذ لبنى عشان نذاكر مع بعض اكتر، نشتغل مع بعض اكتر، نحمس بعض اكتر. سلامتك حموده. بس كده، ومساءكم او صباحكم فل على حسب الوقت اللي بتشوفوا في الفيديو ده. يلا باي 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 يا شباب، باي باي. اتفضل. شكرا. العفو.